مع جمعية الهلال الأحمر. بنشترك لأول مرة في عمل خيري بنقدم إضافة يوم اليتيم. عاملين أكبر ضفاية زي ما أنت شايف كده، كلها كتل ستايل. كل الفنادق، معظم فنادق البحر. تبرعات الستايل دي حضرتك؟ نعم؟ تبرعات. كلها حاجة كده منتج من الفنادق. معظم الفنادق اللي هي البحر الأحمر جايين يشاركوا في عمل خيري جماعي بالاشتراك مع جمعية الهلال الأحمر. احنا اصلا جمعية صهوية بنعمل بنساعد في التريننج الطهي، بس دي أول مرة نشارك في عمل اجتماعي، فإن شاء الله حاجة كده إن شاء الله تكون قيمة في الصراحة. أنا بشكر الجماعة، بشكر جمعية الصهاوية طبعا على العمل بتاعهم بصراحة، وحاجة يعني نتمناها بس. وبشكر كل من ساهم في نجاحه، خصوصا جمعية الصهاوية المصريين. كم جمعية مشاركة حضرتك؟ من 2022 جمعية، وأحداث مهم إن هو بدون بنرات وبدون دعاية، أي دعاية. كان أجمل شيء كان هو الاتحاد والقوة اللي هو ادانا الوضع ده. الحاجة المهمة إن إحنا اليوم ده كله طلع بدون أي تبرعات، كله بجهود الأهلية، بدون أي حاجة. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعله في الجنة. شيف عايز تتكلم؟ بشتغل مدرسة في المدرسة الألمانية الفندقية، قسم مطبخ. اتخرج من عندنا شباب، عندنا 3 أقسام، عندنا هاوس كيتشن وعندنا مطبخ وعندنا شركة. انتوا جايين النهارده تدربوا في اليوم اليتيم؟ احنا مشتركين في جمعية نادي الصهاوية المصريين، جايين النهارده نشارك